عبد العزيز. هذا اخوي معك. اي شلون انقذتهم الله يعافيك؟ والله انا اخوك، انا كنت انا اعمل بالفواره وساكن بعقد الصقور، وكنت متجه بعملي من عقد الصقور. ايه. وكان طبعا اول ما وصلت موقع الحادث كان في سياره من قلبه وسياره برا الخط، طريق مزدوج قديم. فطول عمري يوم هذا لما وصلت الحادث كان في ناس مبشرين الحادث، وقلت ان شاء الله ما عليه، كان الجداد مفتوح، سمعت صوت جاء حريم وكذا. فعلى طول نزلت وسالت وين الصوت ذا، قالوا داخل السياره، وانه ما قدروا يوصلونها في حريق وكذا، السياره محترقه على بدايه الحريق يعني. فالحمد لله عز وجل، وكسرت القزازه الخلفيه، كان الموتر كان يوكن، كان منقلب على الجنب الايسر. طيب. واول ما كسرت القزازه كانت الاولى موجوده، وطلعتها والثالثه معنا العدد كذا، وعرفت العدد بالخالص، وطلعت الثانيه والثالثه. جزاك الله خير. والحمد لله بقت وحده تعبتنا شوي، وكانت داخل في دخان، بغينا نختنق شوي، والحمد لله طلعت واخذت نسم ودخلت ثاني مره، وكانت بس كلمه هي اللي حسستني شوي، قالت يا اخوي تكفى تخليني، قلت ابشري والله لو احترق معك، فصبري علي وساعديني على، والحمد لله ساعدنا الله عز وجل وطلعتها. ما هو بغريب عليك اخوي عبد العزيز، انقذت خواتك يعني في الاخير، هذول يعتبرون مثل خواتك. اولا الفعل هذا فعل واجب ديني واقتداء بنبي الرحمه عليه الصلاه والسلام. وثانيا انا اشوف ان خواتي ومستحيل احد يخلي خواتي بالنار، هذا هو الشيء. بيض الله وجهك عبد العزيز، وكذا احنا نفتخر بمثل هذا الفعل. اخوي عبد العزيز الحربي منقذ للمعلمات اللي كانوا في حادث اليوم في عقلة الصقور بالقصيم. شكرا لك بيض الله وجهك، والله لا يوريك مكروه.